كان في شاب صغير اسمه مايكل فيليبس. الطفل ده كان عنده مشكلة في التركيز وفي اسمه مرض فرط الحركة أو ال ADHD. فطبعا المدرسين شافوا إن هو مش هينفع في التركيز أو ينفع في الدراسة عامة إطلاقا، أو مش هينفع إن هو يكون ناجح إطلاقا. ولكن أمه كان لها نظرة مختلفة تماما، حيث إن هي وضعته في رياضة السباحة. خلينا نقول لك سيدنا إن مع التكرار وكرقلته كروتين يومي أصبح من أنجح الناس في تلك اللعبة، وهي لعبة السباحة. من خلال الرياضيات أو من خلال تدريبات يومية وخلال حركات النتيجة طلعت كانت إيه؟ أصبح من أنجح السباحين في التاريخ، لدرجة إنه حصل على 23 ميدالية ذهبية أولمبية. وده يدل في دل إن لما العادة مش وليدة اللحظة، وإنما هي قرارات مختلفة على مر الزمن مترتبة على أفعال وسلوكيات مختلفة. وده عنوان حلقتنا النهاردة: العادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مدارك البرو. أحب أن أنوه التنويه من غير اسم القناة عامة. في حلقة جديدة مختلفة بعنوان العادة. العادة ممكن تغيرك يا سادة، تغيرك من حياتك التعيسة إلى حياتك سعيدة مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا إن العادة مش وليدة اللحظة، بل هي سلوك مترتب على سلوكيات مختلفة ومش بتتكون تلقائيا، بل هي أفعال مترتبة على أفعال. الدليل إن العالم تشارلز داروين قال أو اكتشف إن العادة بتكون عبارة عن حلقة. الحلقة دي عبارة عن إشارة وكده سلوك، بعد كده مكافأة. طب إزاي؟ مثال بسيط يصير: إحنا لو افترضنا إن ساعة المنبه اللي بتصحيك الصبح من النوم هي الإشارة، إنك تكون تغسل وشك وتجيب كوباية القهوة، فده السلوك. إنك بعد كده لما تشرب القهوة تحس إنك نشاط تقدر تروح يعني امتحاناتك أو كليتك أو مدرستك، فده النشاط اللي بتكسبه ليك وهي المكافأة. والأغرب يا سيدنا إن في دراسة اتعملت في جامعة دوينج قالت إن أو لقت إن 40% من حركاتك اليومية أو من حياتنا اليومية عبارة مش قرارات، هي عبارة عن روتين أو عبارة عن عادات متكررة في يومك. مثال بسيط يا سيدي: فاكر سيدنا أول مرة قمت بربط الحذاء بتاعك؟ أول مرة خالص، يعني أول مرة بدأت تربط الرباط كنت بتواجه صعوبة بحتة في إنك تربط الحذاء، ممكن في أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، فكنت مركز بتفكير وتفكير صارم في إنك إزاي تربط الحذاء بربط ممكن ومظبوط. تعالى بعد المرة العاشرة أو المرة 11 ل 12، فاكر؟ أنت بقيت بتربطه وأنت مش واخد بالك منه أصلا، أو ربطته إزاي؟ طب إزاي تحول لكده لكده؟ خليني اشرح لك ازاي حصل ده. في المرحله الاولى يا سيدنا لما انت كنت بتواجه صعوبه في انك تربط الحذاء ده، الصعوبه ديت وبالتفكير ده، دي كانت في دماغك الواعي. تصل على عندك في دماغك في حاجه اسمها دماغك الواعي ودماغك اللاواعي. دماغك اللاواعي انك بتعمل حاجه من غير ما تكون مدرك لها، او انك تعملها وانت شايفها اصلا حاجه بتكون عملها تلقائي كده. اما دماغك الواعي بيكون في قمه تركيزك في عملها، في التفاصيل، ازاي ربطت الحذاء، ازاي شديت كده، ازاي عملت كده. فدي التفاصيل المهمه في دماغك الواعي، وده اللي حصل في المرحله الاولى. لما انتقلت للمرحله الثانيه بعد المره العاشره او ال11 او ال12، فتحولت دماغك اللاواعي، بقيت بتربطه وانت مش واخد بالك، لان ده عباره عن عادات أصبحت عادة بالنسبة لك. تربط إزاي وتربط نفس الخطوات بنفس الترتيب، فأصبحت عادة ثابتة متغيرة في دماغك اللاواعي. مع ذلك يا سيدنا إن في دراسة اتعملت في جامعة لندن سنة 2009 أثبتت إن عشان تبني عادة جديدة نوفي بتحتاج من قرابة 66 يوم، يعني قرابة الشهرين، عشان تبني عادة ضخمة ومظبوطة. مع العلم إنك مش محتاج الوقت ده كله عشان تبني عادة ضخمة، أنت ممكن تبدأ بعادات صغيرة بعد كده تحول لعادة ضخمة. زي مثال بسيط جدا: لو عايز تحفظ القرآن الكريم هتتحول من إنك تحفظ كل يوم صفحة، مش تاخدك الحماسة وتقول هحفظ كل يوم جزء، لا أنا هقوم الليل ب 12 ركعة. هقولك مش هتقوم، ممكن تقوم ليلة التانية بعد كده اوبن مش هتكمل أصلا. ليه؟ لأن ده يعتبر حماس بدايات. احنا عايزين حاجة ثابتة، حاجات بمعايير ثابتة، حاجات نقدر نعتمد عليها أو تكمل معانا مدى الحياة. ابدأ مثلا بركعتين بعد كل فرض بعد العشاء مثلا، ركعتين ثم 4 ثم 8
ممكن تزود مع الوقت وتخليها عادة، إن هي تفضل عادة مستمرة. عندك سيدنا في بناء العادات كتاب العادات الذرية. العادات الذرية، كتاب العادات الذرية بيشرح فكرة إنك لو عايز تتطور أو تبني عادة، فأنت ممكن تبني عادة بمقدار 1% يوميا. فهو ضرب مثال في الكتاب: أنت لو قعدت لمدة 365 يوم في بناء تلك العادة بنسبة 1%، فأنت بالرغم من كده هتبني نفسك أو هتطور نفسك بالقراب والتطور 37% للأفضل. أنت مدرك؟ 37% أفضل. أنت مش محتاج حاجة أكتر من كده بنسبة 1%. تخيل لو زودت عن 1%. فبناء العادة شيء سهل، ولكن الثبات عليه شيء يحتاج المثابرة والمستحيل منك يا سيدنا. فطبعا انت عارف العكس، انت لو استمريت 37% للأفضل، انت لو مستمرتش على نفس العادة فهترجع للوراء 37% للأسوأ. ومدرك تلك الحتة يا سيدنا علشان هتكون حتة مهمة جدا، حتة بروشنال. اظبط عاداتك يظبط يومك. ديت قاعدة أو حكمة أعتقد إنها لازم تتكتب على كتاب المدرسة بتاع أوائل ابتدائي. والله نقول حكم يا سيدنا. انتظرني، هسحب القلم واجيلك تاني. دي لك يا سيدنا أمثلة من الواقع. عندك الملاكم محمد علي كلاي. شوف، رغم الملاكم محمد علي كلاي قال أو في مقولاته كان بيقول إن هو كان بيكره كل لحظة في التمرين، في التدريب عامة. طب إيه السبب؟ قال لا، أنا كنت بذكر نفسي دايما إن أنا كان عاوز أكون بطل، وعشان تبقى بطل لازم تبني عاداتك بنفسك ولازم تتعب بنفسك. ده أمثلة من الواقع. عندك مثال آخر يا سيدنا، وهو للكاتب عباس محمود العقاد. لما طبعا قال في أحد مقالاته إن هو كان بيعمل عادة يومية ممتازة جدا ساعد إن هو يبني التراث الضخم ده من الأدب والكتب الضخمة ديت. وهو عادة يومية إن هو كان بيفضل من ساعة صلاة الفجر لعند الظهر إن هو بيقرأ كتب وبيكتب في وقت ده كل يوم. خلاها عادة وثابتة، لازم يوميا إن هو يكون في القراءة وفي الكتاب نفس الوقت. فكانت النتيجة إن هو أصبح من أمهر وأفضل الكتاب في تراث التاريخ الأدبي أو الحاجات الأدبية. عندك مثال تاني يا سيدنا من الواقع برضو، صاحب الكشاف، هو العالم توماس إديسون. أنت عارف قصته طبعا، إن هو لما انطرد من المدرسة ومكملش تعليم عشان برضو كان عنده شوية مشاكل، فأصبحت عادته إيه؟ أصبح عالم في صناعة المصباح. طب هل صناعة المصباح دي أو اختراع المصباح ده جه في يوم وليلة؟ طبعا لأ، جه بعد مواعيد أو جه بعد 1000 محاولة فاشلة. فأصبحت عادة عنده كل يوم إن هو يجرب ويبحث ويجرب، يجرب ويختلف في حاجات ويختار حاجات تانية ويجرب. أصبحت عادة. فلولا تلك العادة ما كانش أصبح المصباح ووصل لدينا يا سادة. فاختراع العادة تصنع العظماء، واصطناع العادة يصنع الفشلاء، بس اختراع العادة بيفرق عن اختراعها. خلينا نكمل يا سيدنا، بس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تصلك كل جديد. احنا بندعم بعض برضه. I love you. جايلك تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاستمرارية. عنده أفضل وأفضل وأفضل، ثلاثة أفضل عنده من إنك تقطع في عبادة مثلا، لأن زي ما بقول أو المثل القديم: العادة عبادة. أو مش فاكر يا سيدنا كانوا بيقولوا إن الظالم عبادة، بس يلا. فإيه؟ إنك تصنع عادة، حاجة هتفيدك أنت شخصيا، هتعودك، بس الفرق هتصنعها فين وإمتى. والدليل على كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل حتى تفترت قدماه. هو النبي. يقول لك إحنا في غفلة يا سيدنا، إحنا محتاجين نراجع حساباتنا تاني عشان والله يا ابن الناس الدنيا مضمونة. المهم، فسألوه: لماذا تقوم الليل يا رسول الله وتتفتح حتى تتفتر قدماك كده وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لهم الإجابة بكل تواضع: أفلا أكون عبدا شكورا. مهما كان نبي بس لازم يكون مواجب على الطاعة. أصله هيبقى قدوة. أنت لما تشوف رسول حتى تتفتح وهو الرسول وهو النبي، فما بالك أنت؟
ممكن 5 صلوات مقطع عنهم في الجامع، ممكن قيام الليل مش متأدي فيه، ممكن الورد اليومي مش مظبط. لا، نراجع حساباتنا. لفتة مهمة جدا حبيت أوضحها في تلك الفيديو الرائع إن شاء الله. عندك يا سيدنا الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، كان بيقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطواته وفي كل سننه، لدرجة إن العلماء وصفوه بهو يعني شخصية حية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحركات، نفس الكلام، نفس الخطوات، كان مقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. والله واحنا محتاجين نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه، في كلامه، في صفاته الكريمة، في كلامه الطيب. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. برضه سيدنا والده عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أو الخليفة العادل، تعتقد سيدنا أن الاسم ده جاي من فراغ؟ بل هو بناء على عادات. العادات ديت اللي هو كان بيمشي بالليل بين الأمة بتاعته وبين يعني الرعية بتاعته، ويشوف لو في حاجة ناقصه، وده بالليل وبالنهار. خليك فاكر يا سيدنا إن العادات مش هتغير يومك بس، بل بالكاد تغير هويتك، تغير شخصيتك، تغير من أفعالك وردود أفعالك كمان. زي مثلا أنت لو بتقرأ كل يوم القراءة، أنت بس كده مش قارئ، لا أنت كده قارئ وواعي جدا. أنت لو بتتمرن كل يوم، لا أنت مش كده، أنت مش كده بتتمرن، أنت كده رياضي وقوي البنية، وده اللي وصلنا بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لو مهتم تقيم الليل كل يوم ولو بركعتين على الأقل، فانت كده مش بقيت مقيم الليل بس، انت بقيت مما يقيم الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. انت لو بتواظب على وردك اليوم، انت هتكون في حفظ وصيان من نفسك. انت لو مواظب على الأذكار كل يوم، انت كده بس مش بتقرأ الأذكار، انت كده في حفظ الله من الأخطار اليومية، في حفظه من الحسد ومن كل حاجة يوميا. تخيل عادات ازاي ممكن توديك في فين، ممكن توديك في حتة تانية إطلاقا. العادات تغير حالات مثل ما نقول. بل بالكده سيدنا إن ممكن العادات دي تغير عادات أو بتأثر على مجتمعك ازاي. لو افترضنا كل واحد يرمي مثلا الزبالة في مكانها المحدد، المجتمع يبقى أنظف وأهدى وأرقى. لو كل واحد مثلا قابل جاره وابتسم في وشه وقال له كلمة طيبة، انت كده مش بس هيبقى مجتمعك راقي وأقوى وأهدى، لا انت كده هتكسب صدقة. الابتسامة وجهك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فانت مش متخيل انت عادات قد ايه ممكن تعمل منك ايه. ومننا اصلا داخلين على اخر 3 شهور في السنة، سنة 25. فأنصحك نصيحة إن في خلال ال3 شهور دول واظب على بناء عادة جديدة تكون كويسة، واظب على إنهاء عادة سيئة كنت مواظب عليها. يعني العادات ثوابت، إما لك وإما عليك. ابن القيم والغزالي فهموا معنى العادة وأدركوا إن هي قد تفعل العظماء، وهي معناها النجاح. عندك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن الطاعة المستمرة عبارة عن عادة عبودية تغير من حياتك وتقربك من الله سبحانه وتعالى. إن العظماء مش والدين اللحظة، وإن هم مش ولدوا عباقرة، أو العلماء ولدوا عباقرة وأذكياء، ولكن صنعهم العادات تنقذهم من نفسهم ومن الواقع اللي هم فيه، هي اللي صنعت تلك العظمة بالنسبة لهم. وكما نقول في المقولة: العادة تصنع عظماء وترفعهم، وتصنع فشلاء وتهدمهم. لأن العادة هي السبب في ده. فالعادة موجودة، ولكن أنت تصنع العادة اللي تنفعك أو لصالحك، لأما العادة اللي تهدك وتخسرك دنيتك. خليني أسألك سؤال دلوقتي يا سيدنا: إيه أكتر عادة هتواظب عليها مع الوقت، أو هتبدأ بيها من النهاردة أو في خلال ال3 شهور الجايين، تيجي بعد سنة وتقول أنا الحمد لله وظبطت على العادة الفلانية وأصبحت إنسان جديد في العادة ديت إطلاقا؟ بس كده يا سيدنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو أول مرة تشوفنا، وتكتب رأيك في الكومنتات، وتكتب رأيك عايزين نعمل حلقة عن نظام ال90 اللي هو 90 يوم جديد في آخر السنة دول. وأحب أشكرك لحسن الاستماع وحسن الكلام. كنت معكم أحمد خياط. السلام.